هكلمكم في الفيديو ده عن مادة أقل ما يقال عن الامتحان بتاعها إني كنت هشيله في امتحان آخر السنة، بس الحمد لله جبت 59 من 60. تعالى بقى أقولك إزاي. السلام عليكم دفعة 2025، يا رب تكونوا بخير. أيوة، الكلام اللي أنا قلته في المقدمة ده كان هيحصل وحصل مع ناس صحابي كانوا شاطرين جدا، فركز معايا جدا في الفيديو ده عشان هوجهك لحاجات انت اول مرة تاخد بالك منها. هكلمك الاول كده عن اساسيات لازم تكون بتعملها طول ما انت بتذاكر كيمياء، ثم بعد كده هكلمك بالتفصيل عن الباب الاول والتاني، وباذن الله في فيديوهات جاية هكلمك عن الباب الثالث والرابع ثم العضوية، عشان لو اتكلمنا كل ده في فيديو واحد يعني هياخد اقل حاجة حوالي ساعة. اول حاجة وانت بتذاكر لازم تكون فاهم كل كلمة، وفهمانك لكل كلمة مش هيحصل إلا لو أنت سمعت أكتر من مصدر للشرح، لأن كل مدرس بيكون ليه وجهة نظر وبيكون ليه خبرات وتجارب، وانت طول السنة محتاج تلم أفكار على قد ما تقدر عشان في المراجعة النهائية تكون مستريح وضامن ان انت فاهم كل كلمة، فتبدأ بقى تدور على الحل وتتقن الحل. ولما كان بيقابلني أي نقطة أو جزئية لها علاقة بسنة أولى أو بسنة تانية ثانوي كنت لازم ارجع لها واسمع شرح تاني لاولى وتانية ثانوي عشان افهم الحكايه دي، عشان الجزئيه دي بيجي عليها اسئله كتير في امتحان اخر السنه. معظم الطلاب بتقول ده كان عليا في اولى ثانوي وتانية ثانوي يعني مش هيجي في الامتحان، بس والله الحاجات دي بيجي منها كتير في الامتحان. فاي جزئيه انت تشوف ان هي كانت عليك في اولى وتانية ثانوي ارجع لها، اسمع مستر خالد صقر، اسمع مستر محمد عبد الجواد، الشرح بتاعهم بتاع اولى وتانية وتالتة موجود مجاني على اليوتيوب، فاوعى تتكاسل في حاجة زي دي. الحاجة التانية في الأساسيات وهي الحفظ. الحفظ لا يقل أهمية عن الفهم، بدليل ان انت لو انت قاعد في الدرس وفاهم كل كلمة المدرس بيقولها وجيت الحصة الجاية من غير ما تكون مذاكر او من غير ما تكون حافظ وحال الأسئلة على اللي انت فهمته ده، هتكون محتاج تسمع شرح تاني ومحتاج تفهم تاني، فبالتالي الحفظ هو اللي هيثبت لك المعلومة بعد ما تفهمها. لو قلت لكم انا كنت بذاكر من كتاب من سنة كام مش هتصدقوا. انا كنت بذاكر من كتاب من 2019، يعني كتاب نظام قديم، كل الشرح اللي فيه عبارة عن علل وما نتيجة كذا وعرف، فكان بيوجهني ويحط ايدي تحت اسئلة لو انا بذاكر من كتب نظام جديد انا ما كنتش اخد بالي منها. فانت يعني على قد ما تقدر حاول تشوف كتاب قديم هو بيكون نفس المنهج، او لو انت اشتريت خلاص كتاب جديد خلي بالك من كل كلمة فيه ولازم تحفظ كل كلمة فيه. فلازم تهتم بالحفظ، والحفظ بيجي مع التكرار، مفيش حد بيحفظ من اول مرة ولا حتى من تاني مرة. تالت حاجة في الاساسيات وهي ربط المنهج ببعضه على قد ما تقدر. يعني مثلا لو انت بتذاكر في الباب التالت وقابلت جزئية ليها علاقة بالباب الأول لازم تذاكرهم الاتنين مع بعض، تجيبهم قدامك كده وتذاكرهم الاتنين مع بعض وتحاول تعرف ايه العلاقة اللي بينهم، لأن في امتحان 2023 اللي هو بتاعنا كان أصعب امتحان كيمياء في تاريخ الثانوية العامة بشهادة موجهين ومدرسين، كان يجيب لك نص السؤال من الباب الأول ونص السؤال التاني يربطه لك بالعضوية، يعني كان رابط اول صفحة يعتبر باخر صفحة في المنهج، فلازم انت موضوع الربط ده تاخد بالك منه. رابع حاجة وهي الحل. الشطارة مش بكثرة الاسئلة اللي انا هحلها، ولكن الشطارة ان انا لما يقابلني سؤال اعرف انا حليته ازاي. يعني انا لازم اكون فاهم اي سؤال بحله عشان لو اي فكرة من نفس افكار السؤال ده قابلتني اعرف احله. انا طول السنة كنت بحل من كتاب الامتحان وكتاب مندليف، ولو كنت هختار بينهم كنت هختار كتاب مندليف لانه كتاب محترم جدا جدا يعني. واخر السنة حليت كتاب الامتحان اللي هو في المراجعة النهائية يعني، وما خلصتوش لان انا كنت بعتمد وانا بحل ان انا قاعد في امتحان، قاعد حاطط لنفسي وقت وبقيم نفسي، ولما كنت بغلط في سؤال كنت بشوف انا غلطت فيه ليه، وكان بيساعدني جدا في الحل استاذ احمد عادل، يعني لازم تشوفوه ولازم تشوفوا طريقة حله. واهم حاجة وانت بتحل لو قابلك سؤال تراكمي يعني ليه علاقة بمنهج اولى وتانية ثانوي لازم ترجع للشرح بتاع منهج اولى وتانية ثانوي عشان تفهمه، لان دي حاجة مهمة جدا لأبعد الحدود يعني. وعايزك تعرف ان مفيش حد في ثانوية عامة بيذاكر وجاب مجموع الا لو كان مجتهد
وبيحاول هو يدور من نفسه ويبحث من نفسه. مفيش مدرس هيديك كل حاجة انت عايزها، لازم تجتهد وتتعب وتدور انت. كده اتفقنا على الاساسيات اللي انت لازم تعملها طول ما انت بتذاكر كيمياء. تعالى بقى نتكلم عن الباب الاول والتاني بالتفصيل ونطبق عليهم الاساسيات اللي احنا عرفناها. اول حاجة هتخبط فيها في الباب الاول وهي العناصر الانتقالية، ولازم تكون فاهم في الاول كده شوية حاجات عن الجدول الدوري خدتهم في سنة تانية، زي مثلا نص القطر باتجاه يمينا بيحصل له ايه، ونص القطر باتجاه الى اسفل في المجموعة الواحدة بيحصل له ايه. الحاجات دي جالنا عنها سؤال في امتحان 2023، فلو انت فاكرها تمام، مش فاكرها ارجع اسمع لها فيديو على السريع من تانية ثانوي. تاني حاجة هتقابلها وهي السبائك. انت عندك سبائك في الدرس الاول وفي الدرس الثالث، اللي هي السبيكة الاستبدالية والبنفلزية والبينية، فلازم تكون مجمع السبايك دي مع بعضها، مجمعهم في ورقة كبيرة وحاطط ايه اللي يميز كل سبيكة، عشان لما تتسأل عن حاجة منهم تكون انت مجمعهم مع بعض ومربطهم في دماغك بحيث ان انت تجاوب بسرعة. واهم حاجة في الباب الاول وهو الحديد وتفاعلاته وتحضيره والمعادلات بتاعته. لازم المعادلات بتاعته تكون بتعرف توزنها وعارف شروط التفاعل بتاعت المعادلات دي. واكتر مدرس هيفهمك وهيعرفك ازاي توزن وازاي تعمل اي حاجة لو في معادلة قابلتك ما انتش عارفها هو مستر خالد صقر. لازم تسمعوه، لازم تسمعوه خصوصا في الحديد. وبس كده. كنت هكلمكم عن الباب التاني، بس لقيت ان الباب التاني والتالت والرابع معظمهم مسائل، فحبيت اكلمكم في الفيديو الجاي باذن الله عن ازاي تتعاملوا مع المسائل اللي موجودة في الباب التاني والتالت والرابع، وازاي عرفت اقفل كل المسائل اللي جات لي في امتحان اخر السنة، وهعرفكم طريقة كده يعني السرية قفلت بيها كل المسائل. فما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.